بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، بستأذن جمهوري الغالي متابعي كبسولة رياضية. احنا بنتكلم في كرة القدم، بنتكلم في الرياضة، بس لو تسمحوا لي ان انا ولأول مرة اعلق على موضوع بس فعلا تعبني جدا جدا نفسيا وتعبني شخصيا، وكلامي لله سبحانه وتعالى، ولا أرجو من أي إنسان أو على بشر هذا الكلام من القلب، وهو لله سبحانه وتعالى. بجد يعني بتوجه لكل إنسان: كفاية يا جماعة، كفاية قوي يضربونا في رموز الإسلام. الهجوم على الشيخ الشعراوي، يا جماعة الشيخ الشعراوي ده من يعني، أنا هنا في السعودية وفي الرياض الناس كانوا كل 100 سنة بيطلع مجددين للإسلام ومجددين للكلام عن الإسلام وعن الدين. وهنا كانوا بيعتبروا يقول لك زي ثقلين، كان الشيخ بن باز الله يرحمه في السعودية، والشيخ الشعراوي في مصر، ومنتظرين 100 سنة لحد ما يطلع حد تاني بنفس الحجم ونفس المستوى. فكفاية يا جماعة، كفاية يضربونا ويضربوا الإسلام في رموز الإسلام. الشيخ الشعراوي رجل، والله 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 لو تستمتع وانت بتسمع أحاديثه وتفسيره للقرآن وبسطته. مش أنا اللي هتكلم عن الشيخ الشعراوي، لكن أنا شيوخ كتير جدا بنسمعهم في زماننا هذا، والشيخ الشعراوي توفى من سنين، ولكن تسمع أحاديثه وفلسفته وهو بيقول لك أنا ما بفسر القرآن ولكن خواطر، شيء فوق الوصف يا جماعة، وفوق الخيال. فحرام حرام يضربونا في رموز الإسلام. يا ريت كل اللي بيهاجموا الشيخ الشعراوي يتوقفوا بجد بجد، لأن كده حرام، كده فعلا كتير إن يضربونا في رموز الإسلام. اللي يقول لك داعشي، واللي يقول لك ما كانش وسطي، واللي يقول لك مش عارف سجد في يونيو بعد الحرب فرحا، واللي يقول لك مش عارف آراءه في المرأة ايه، واللي يقول لك ايه ده يا جماعة، ايه ده؟ مش معقول كده، مش معقول. بتجتزئوا حديث وبتجتزئوا كلام وتبنوا عليها حوارات، وتبنوا عليها فلسفة، وتبنوا عليها كلام، وتبنوا عليها حكم على الشيخ الله يرحمه، ويقول لك اللي كان واقف مع بتوع توظيف الأموال ومش عارف. مش معقول يا جماعة، كل كلمة وكل حاجة لها رد. يا جماعة ما احنا بنشوف المستشفيات وبنشوف الإعلانات اللي بيطلع يعمل إعلان عن التبرع لمستشفى آه، آه، لأعمال الخير، وبعد كده المستشفى اصحابها طلعوا حرامية، ولا طلعوا نصابين، ولا طلعوا يبقى اللي عمل اعلان ان هو كان واقف مع النصابين والحرامية. مش معقول. كل شيء له رد، لكن الضرب في رموز في رموز الاسلام، وشيخ عاش عمره في العلم وفي القراءة وفي اللغة العربية، يعلم جيدا كل حرف وكل معنى، وبيتكلم في القرآن وفي تفسير القرآن. نيجي نتكلم في الشيخ الشعراوي. أنا آسف والله، آسف لجماهير ومتابعي الكرة في مصر وفي العالم، بس فعلا غيرة على الإسلام وغيرة على الشيخ، لأنه يعني مش ممكن يا جماعة. احنا ما بنقول إن أي إنسان كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. حتى لكن بيضربوا في كتاب البخاري، ويضربوا في مسلم وفي الأحاديث والقرآنيين يقول لك كذا، والعلمانيين يقول لك كذا، والحديث. أوكي يا جماعة، كل شيء والتراث الإسلامي كل شيء قابل للنقد وقابل، لكن باحترام وبأدب، وإن أنا أقول إنسان كان بيعمل للإسلام ولكن يؤخذ عليه كذا وكذا وكذا. لكن التشويه ده شيء فوق الوصف يا جماعة. سامحوني متابعي كبسولة رياضية، ولكن
أنا أعلم جيدا إن أنتوا إن شاء الله تكونوا معايا قلبا وقالبا في هذا الموضوع. نرجع للكورة ونقول مبروك لحسام حسن، ومبروك للنادي المصري الفوز أمس على الاتحاد السكندري سيد البلد. والناديين حبايب والجمهورين حبايب، لكن المصري البورسعيدي محتاج فعلا هذا المكسب، محتاج نبني عليه، محتاج وقفة كابتن حسام. وزي ما أنا بقول لك يا كابتن حسام، لا نتحاسب مع الكابتن حسام ونتعامل معاه بالنقطة أو بفوز ماتش أو مباراة أو 3 نقاط. احنا عايزين خطة، عايزين مشروع للكورة في النادي المصري، يبدأ من قطاع الناشئين صح، ونبني صح للفريق الأول، علشان بعد 4 5 6 سنوات أجني فريق كرة قدم بيلعب كرة قدم حديثة، فريق بيلعب وينافس على بطولة الدوري، زي ما احنا قلنا ينافس على كاس مصر وياخده ان شاء الله، يوصل الكونفدرالية ويوصل للنهائي، ويوصل ان ياخد الكونفدرالية، وبعد كده ان شاء الله نكون ترتيب تاني في الدوري وندخل بطولة افريقيا وننافس عليها. هو ده الشغل، هو ده الشغل اللي بطلب من الاستاذ او مستر كامل ابو علي مع مجلس ادارته، ان يشتغل بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة بارلل بالتوازي في مشروع الاستاد. حلم كل بورسعيدي وحلم كل الشعب المصري البورسعيد في الاستاد، فريق كرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن. لأن كل الإنجازات اللي إن شاء الله هيحققها بعد 4 أو 5 سنوات هي دي اللي هتأهله إن يمسك منتخب مصر غصب عن كل كاره للكرة المصرية. جماهير كبسولة رياضية، بشكركم كل الشكر، كل الشكر. وإن شاء الله بإذن الله بقابلكم إن شاء الله في أول مباراة لكريستيانو رونالدو على أرض المملكة العربية السعودية إن شاء الله الرياض، من داخل الاستاد، ونكون مباشر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.